السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، والتطبيقات الفيك، وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه في الفن. التطبيق ده مساحته 42 ميجا، محمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده خاص باخبار الفن. لو انت عايز تتعرف على اخبار الفن، اخبار الفنانين، اخبار الممثلين، اخبار المشاهير، اخبار لعيبة الكورة، كل ما هو مشهور، كل ما هو ترند، كل ما هو حدث عالمي، بتقدر تعرفه من خلال التطبيق ده. بيجيلك طبعا اشعارات بكل خبر بيحصل اول باول. بتقدر كمان تتعرف على الافلام والمسلسلات وملخصات الافلام لكل فيلم مثلا نزل، او لكل حلقة مسلسل بتنزل لك ملخص للحلقة بدون ان انت تتفرج عليها. وبرضو كذلك الامر في الافلام. تقدر برضو تتعرف على اخبار النجوم لو حد من النجوم حصل عنده مشكلة، حد تعبان، حد توفى، اي حد حصل عنده حاجة، بتقدر ان انت تعرفها على طول من خلال التطبيق، لان هو بمثابة جورنان او جريدة بتعرفك كل الاخبار اول باول، وكل الاحداث اللي في الوطن العربي او في البلد بتاعتك بيعرفك كل الاخبار. مشكلة التطبيق ده بس ان هو بيتضمن اعلانات كتير، وما بتقدرش ان انت تشتري النسخة. يعني هو تطبيق بس مجرد ان انت لازم تتفرج على اعلانات، ما ينفعش ان انت تشتري او تشتري التطبيق علشان تلغي موضوع الاعلانات دي مشكلة في التطبيق، حبيت ان انا انوهكوا ليها قبل ما تحملوا التطبيق. وبس كده. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.